نواقض الإسلام. الله سبحانه وتعالى أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به والحذر مما يخالفه، وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل، وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة ومن أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه، كما أشرنا قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا عن الإسلام. ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض، ليست هذه كلها النواقض. كذلك أيضا ما تقدم قد يوجد شروط كذلك أخرى، ولكن تلك هي الشروط المهمة والشروط التي الظاهرة الواضحة. وهذه أيضا كذلك النواقض، هذه أهم النواقض والأشياء الواضحة. قال ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض. 10 نواقض. الأول من النواقض 10 الشرك في عبادة الله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم، وهذا موجود في كثير من بلاد المسلمين مع الأسف. بل قد يوجد ممن وفدوا إلى هذه البلاد، بل قد يوجد ممن يقدمون الذبائح وقرابين للسحرة والكهنة والعرافين في هذا المجتمع مع الأسف. ضحك عليهم الشيطان من نواحي، أتاهم من طرق لم يتنبهوا إليها بسبب الجهل بالعقيدة وبشهادة أن لا إله إلا الله. أناس يذهبون إلى الكهنة وإلى العرافين ويطلبون منهم أن يذبحوا ذبيحة على شكل كذا وعلى نحو كذا فيذبحونها، فهذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وهو من الشرك العظيم الذي لا يغفره الله. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه، قال بلعنة الله، قال لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله، لأن النسك عبادة لله سبحانه وتعالى، فإذا نسك العبد لا بد وأن يذبح على اسم الله، وإذا تقرب بالذبيحة يتقرب إلى الله. فإذا تقرب إلى غير الله بذبيحته أو طلب منه غير الله أن يذبح هذه الذبيحة له وعلى طريقته وعن أمره، فإن هذا هو الشرك الناقض والمنافي لكلمة لا إله إلا الله. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، من فعل ذلك بالإجماع أنه يكفر. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أيضا كفر. الرابع من اعتقد أن هدى غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه صلى الله عليه وسلم وعلى حكم الإسلام، فهؤلاء يكفرون أيضا كذلك. بل يكفر من رأى أن حكم غير الله مما ينافي حكم الله سبحانه وتعالى ولا يتفق معه أنه يجوز ويسوق ويصح أن يحكم به البشر، فهذا أيضا كذلك ناقض ومخرج من الملة، ومن يفعل ذلك كافر لا حظ له في الإسلام. قال الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. السادس من استهزأ بشيء من دين النبي صلى الله عليه وسلم، ولينتبه هنا من يطع الشرك ومنه الصرف والعطف، فمن فعله بيده كفر. الصرف والعطف يعني كون الساحر يفعل للمسحور ما يصرفه عن محبة أهله أو عن محبة شخص، هذا يقال له صرف، هذا نوع من السحر يسمى بالصرف. والعطف أنه يعمل أشياء من أنواع السحر تجعله يحب الشخص، يحب زوجته، يحب مثلا عدوه، يحب مثلا الشخص الذي يريد أن يحبه، فإنهم إذا شاء الله يقدرون على ذلك، ثم قال الله يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله.
ما في شيء يقع في هذا الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا شاء الله أن يمكنهم من ذلك وأن يفعلوه فإنهم قد يفعلون هذا، فيصرفون الشخص عمن يحبه ويصرفونه عن ما ينفعه، ويحببون إليه ما يضره، أو يحببون إليه ويعطفونه حتى على عدوه أو على أعدائه. فهذا من يفعل هذا الساحر الذي يفعل هذا السحر يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. ويقول الدليل عليه قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يغلط كثير من الناس اليوم فيحكمون على المسلمين بأنهم كفار، ويحكمون عليهم بأنهم قد نقضوا إسلامهم بمجرد أن يروا أنهم يتعاملون مع الكفار. رسول الله كان في المدينة يتعامل مع الكفار، وكان يعامل الكفار عليه الصلاة والسلام، اليهود وغير اليهود، وهذه الحياة يشترك فيها كل الناس، هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فمجرد أن يروا أن المسلمين يتعاملون مع الكفار أو يتعاهدون معهم لاتقاء شرهم أو يدفعون إليهم أموالا لاتقاء شرهم ويبذلون أمورا يحكمون عليهم بالكفر، لأنهم يقولون هذه موالاة. إذا تعاملتم مع الدولة الفلانية أو العلانية الشرقية أو الغربية أو دفعتم لها أموالا هذه موالاة، لا، هذه معاملة. وهذه قد تكون يعني مجاملة أحيانا، وقد تكون لمصالح الدين والدنيا في بعض الحالات، وتكون أيضا مصانعة، وتكون هدايا وما إلى ذلك، يراعى فيها أحيانا مصلحة الإسلام ومصلحة المسلمين واتقاء شر الكافرين، ولا يكون الذي يعملها مواليا لهم. لكن لو أحب ما عليه أولئك، لو أنه أيد أولئك الكفرة على المسلمين مثلا، لو أنه تعامل معهم على أن معاملتهم هي يعني معاملة خير من معاملة المسلمين، هذا ربما نعم يكون ناقضا أو قريب من أن يكون ناقضا لإسلامه. لكن أن يتعامل معاملة عادية في هذه الحياة الدنيا للنظر إلى من أجل جلب مصالح أو دفع مضار، هذا لا يكون ناقضا للإسلام، بل قد يكون الإسلام يفرضه ويلزم به ويوجبه في بعض الحالات، إذا كان تعلم أنك إذا ما أعطيت هذه الدولة أو إذا ما تعاملت معها معاملة تقيك شرها يعني شننت عليها الغارة ولم تدفع ما يعني أحيانا طلب منك للمعاملات الدنيوية، غزتك هذه الدولة وأذلت ووصلت إلى بيضة الإسلام ونالت من المسلمين وأفسدت عليهم دينهم وانتهكت أعراضهم ونهبت خيراتهم ومثلا استولت على بلادهم، فقد يجب ويلزم حينئذ أن تتقي هذا الشر بدفع الأموال وبالمجاملة والمصانعة. وكما يقول: ومن لم يصانع في أمور كثيرة يضرس بأنياب ويؤطى بمنسل. ولكن هؤلاء أوتوا من جهلهم في عدم التفريق بين المعاملة وسياسة الدنيا وبين الموالاة والمداهنة مع الكفار والتنازل عن الدين. قال التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعهم الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لأن الدين إنما هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يخرج من دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو نبي الساعة، وهو النبي الذي يجب على الثقلين الجن والإنس أن يؤمنوا به وأن لا يخرجوا عن شريعته. فمن خرج يكون قد أبى الإسلام، ومن دخل فهو من أهل الإسلام. إذن هل يسع أحد الخروج عنه؟ لا يسع أحد. والأمة إما أن تكون أمة دعوة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي جميع الأمم التي بعث فيها إلى قيام الساعة، وإما أن تكون أمة إجابة وهو من أجابوه، فتكون من أمة الدعوة التي توجهت إليهم الدعوة ثم أجابوه ودخلوا في الإسلام، هؤلاء يقال لهم أمة الإجابة. قال العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. لا يتعلمه ولا يعمل به. كثير من الناس
من أخطر الأمور ومن أخطر الخطورات على الإنسان. يعيش الإنسان يرضى بعيشته والدنيوية ولا يدرك خطورة الجهل حتى يأتي الموت، فإذا جاء الموت ورأى أنه عمل على غير هدى وعلى غير علم وأن جهله قد أضر به تنبه، ولكن لا ينفعه حينئذ، لا ينفعه أن يكون قد أدرك في تلك اللحظة. ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان قال بأن هذا الداء هو أعظم الأدواء، لأن الأدواء الصحية الجسمية يتنبه إليها المصاب بها فيطلب العلاج ويذهب إلى الطبيب، لكن داء الجهل لا يتنبه الجاهل، يظن أنه يكفيه أن يعيش كما تعيش التوائم، وحصل له المال والزوجة والولد وربما الجاه، فلا يدرك إلا عند الموت. يقول هذا مرض خطير، يقول لأن الإنسان لا يدرك خطورته فيتعالج منه حتى يأتي الموت، فلا ينفعه حينئذ الإدراك عند الموت. إنه إذا وصل الإنسان الغرغرة خلاص، حتى التوبة عند الغرغرة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يتوب على أحدكم توبة أحدكم ما لم يغرغر. إذا جاء الغرغرة خلاص رفعت التوبة. قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره يعني، وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا، فينبغي على المسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه، هيعصمه من ذلك العلم. وكل من استبدل فهو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله، فهو كافر بإجماع المسلمين. أيها الإخوة، هذه نواقض الإسلام، وقبلها ذكرنا الشروط التي لا يكون المسلم مسلما ومحققا للا إله إلا الله إلا إذا توفرت فيه